هي كل الجهه اليسرى المترابطات الصغيره. تواجد محمد امين سديل من الجهه اليسرى. عالم محمد امين سديل يرفع كره عرضيه جانبيه راسيه ممتازه. جول هدف اول من منعوت، هدف اول يضع الكره في الشباك. يتم طريقه جيده. الانطلاقه الخاصه بالتهديف في هذا اللقاء. لاحظوا ببراعه في المكان المناسب، في المكان المناسب. رغم المدربين صراحه من العيار الثقيل الذين جاوروا فريق النهضري بكري. خط على مستوى التغطيه. تعود مره اخرى الانطلاقه من جانب بول فاليري. سانتوس يصوب. جول سانتوس يضع الكره في الشباك. سانتوس في الطريقه المثلى على اعتبار انه لعب الكره ديالو. بربوسا. سانتوس لاعب النهضه البركانيه والذي ينطلق بشكل جميل وجيد. ونشاهد هنا كيف اتت هذه المحاوله وكيف انه تمكن ميري ومن تمكن من وصول الكره. اولا يوسف ضيو سديل ومر ممتاز من ياسين بحيري اختراق دخل بالكره ديالو داخل منطقه الجزاء. تمريره ممتازه خيري تصويبه. جول ثالث. خيري يضع الكره في الشباك. حاول المره الاولى والمره الثانيه وايضا المره الثالثه يسبل لا شيء. شوفوا هنا الدور اللي قام به ياسين البحيري، المراوغه والدخول والاختراق داخل منطقه الجزاء، وبعد ذلك التصويبه اللي مشات مؤطره بالكيفيه المناسبه. تصويبه بهذا الشكل في الشباك. تعلن فريق النهضريه ديال بركانيه يهيمن ويسيطر ويبدع فيها. تاجيل بيليني لا يضع فرصه. الحارس في المكان الملعب القوى عندها اذا تعليق كبيره. تمريره عرضيه موضوع مثالي بالنسبه لي. اذا امام الانف بالنسبه له كمدرب المنتخب 2002. كاين ضربه جزاء. يوسف ضيو يرجع للخلف الان. اخذ الامطار ديالو. يوسف ضيو يتقدم يسجل بكل هدوء. يسجل يوسف ضيو. هي مريحه رباعيه جميله. اعاده من مختلف الزوايا لضربه جزاء.